الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وآلائه كلها، وأسأله المزيد من فضله وجوده وكرمه وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم وإياي على ذكره وطاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل في تبيانه العزيز: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الآيات. العلماء وعلى رأسهم الصحابة الكرام على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر من أول ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال سيدنا عبد الله بن مسعود أن الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، بل إن العلماء يفاضلون بينها وبين أيام رمضان، ويفاضلون بين لياليها وليلة القدر، حتى أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث كثيرة تخص هذه الأيام ذكر أن هذه الأيام أفضل عند الله من شهر رمضان، إلا أن ليلة القدر أعظم وأفضل من هذه الأيام عند الله تعالى، ودلل على ذلك بقول الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهنالك حديث ضعيف يعتريه من الضعف ما يعتريه أن صيام كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك من أوائل ذي الحجة يعدل الصوم سنة كاملة، لا أصل له البتة. من العلماء من وضعه كابن القيم في الموضوعات، ومنهم من ضعفه ضعفا شديدا، لكن أجره وعظم ثوابه أو ثوابه لا يعلمه إلا الله. وإن الصيام في هذه الأيام لهو من الأعمال الصالحة. وأنتم تعلمون تماما أن الكثيرين من إخواننا ومن المحبين
ومن العابدين ومن الذين يحبون الصيام تقربا إلى الله تعالى قد عزموا القصد والنية على صوم هذه الأيام المباركات. فيأتيهم من يقول لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام. الله. روى البخاري ومسلم في حديث صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت، اسمع إلى هذه المقولة من كلام سيدتنا عائشة وهو موقوف عليها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. وروى أيضا النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 9 من ذي الحجة. إثبات ونفي. وأن علماء الأصول يا أحباب يقدمون الإثبات دائما على النفي لقاعدة أصولية عندهم يعرفها أهل العلم ويعرفها طلبة العلم، يقولون فيها أن القول الثابت يقدم على قول النافي، لأن قول الثابت عنده من العلم ما هو زائد على قول النافي. وأنت ستعلم حينما تسمع كلام سيدنا رسول الله، وأظن أن جلكم يحفظ هذا الحديث باختصار شديد وبسرعة فائقة، لكن من غير أن نزر أي كلمة من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه وغيره، واللفظ للبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله. العمل الصالح في هذه الأيام، العمل الصالح والإيمان سيان لا يفترقان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في أكثر من 1000 آية في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يقدم العمل الصالح على الإيمان إلا في آية أو آيتين. في سورة النحل قال الله عز وجل: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يا أحبابي كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي القناعة، أن تقنع بما آتاك الله. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عقبة بن عامر: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اسمع الرواية: قد أفلح من أسلم. أسلمنا لرب العالمين. قولوها في نفوسكم أيها الإخوة. قالها سيدنا إبراهيم حينما قال الله عز وجل: إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الآيات: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم ارزقنا القناعة يا رب العالمين. وقال سيدنا عبد الله بن عباس: الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين هي السعادة في الدنيا والآخرة. تجد المؤمن يشعر ويجد سعادة في قلبه، الله، تغاير تماما أهل المعاصي والشقاء الذين ما زالوا يزاولون المنكرات والمعاصي والذنوب والشهوات والأهواء. انظروا إلى هذا الرجل الذي ملك من الدنيا ما ملك وآتاه الله من نعيمها ما شاء، بعد ذلك كله يصعد إلى أعلى شاهق، برج يناطح السحاب. ماذا تريد أن تصنع يا هذا؟ قال: يريد أن يلقي بنفسه منتحرا. لماذا؟ لأنه يشعر بوحشة وظلمة في قلبه لا يشعر بها أحد من الخلق. وإن بحثت عن أسباب ذلك لتجدن أن المعصية والذنب خيمت على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
طيب ما هي الأعمال الصالحة؟ هل الصيام من الأعمال الصالحة؟ نعم صم، لكن إن لم تستطع أن تصوم فلا عليك شيء، فليس عليك شيء، لكن أحذرك وأنبهك وأوصيك وأوصي نفسي بأن لا تترك صيام يوم عرفة. فقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى هذه الجزئيات من حديث سيدنا رسول الله، أحتسب على الله تعالى من صام يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية والباقية بسنتين، فإنه يكفر السنة الماضية والباقية. ومن صام يوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية. الله. وحبب إليه صوم يوم الاثنين. لماذا يا رسول الله؟ قال حينما سئل: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علي فيه، ويوم بعثت فيه. هل صليت على رسول الله؟ انظروا إلى يوم الاثنين ما أجمله. حينما سئل عن كثرة صيامه في يوم الاثنين، وفي رواية عند غير الإمام مسلم والخميس في كل أيام السنة، اللهم أعنا على الصيام يا رب العالمين. الصيام يا أحبابي من أفضل القربات إلى الله تعالى، من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه وخالقه ومولاه الصيام، وهو الركن الثاني العملي من أركان هذا الدين القويم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5، اسمع: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إن سألت عن الأعمال الصالحة فالصيام من أول الأعمال الصالحات، وهو أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله. صم إلى الله. ولا أعلم دليلا على أن هنالك يحرم صوم يوم من أيام العام كله الهجري، من أيام العام الهجري كله عند الفقهاء قاطبة من السلف والخلف على رأسهم الأئمة الأربعة، إلا 5 أيام، أو إلا 5 أيام تعرفونها، نذكرها على سبيل السرعة. اليوم الأول الذي يحرم باتفاق، لكن الحنفية يكنون على هذه الحرمانية بالكراهة التحريمية للخروج من الخلاف، يعني حتى لا ينتقدنا بعض طلبة العلم الذين يدرسون الفقه اليوم. طيب، هذه الأيام: أول يوم اليوم الأول من عيد أيام الفطر، وهو يوم واحد. أيام عيد الفطر كم يوم؟ لا، يوم واحد يا أحبابي، لكن المسلمين مع مرور الزمن الطويل شطوه مطوه صار قديش؟ 3 أيام، ولكنه في الحقيقة يوم واحد أو يوما واحدا، وهو يوم الفطر. زاد عليه المسلمون وتوافقت عليه وتواترت عليه الأجيال تلو الأجيال. لكن عيد الأضحى كم يوم؟ 4 أيام. 4 أيام. هذه ال4 مع عيد أو مع أول يوم من أيام عيد الفطر 5 أيام يحرم فيها الصيام على وجه القطع. هذا كلام الفقهاء يا أحبابي وليس من كيسي. لا يجوز الصيام، لأن هذه الأيام قال عنها رسول الله: أما يوم الفطر فهو يوم الجائزة. فإذا كيف أنت ستتسلم جائزتك وأنت صائم؟ ما ينبغي لك أن تصوم، بل تفطر، وإفطارك في هذا اليوم عبادة لله عز وجل بعد الصيام أبدا. ولذلك من أحب أن يشرع في صيام 6 من شوال بعد صيام رمضان يشرع في اليوم الثاني بعد اليوم الأول من أيام شوال. لكن أيام الأضحى قال عنها رسول الله: أيام العيد أو أيام الأضحى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه الأيام يحرم صيامها، ما عدا ذلك يجوز الصيام في كل أيام السنة. طبعا أنا أعلم أن هنالك من يقول يوم الجمعة لحاله ويوم سبت، نحن مو بدرس فقهي، في غير هذه الأيام نتكلم عنها. هل صليتم على سيدنا رسول الله؟ هذه عبادة يا أحبابي. إن أردت أن تصوم هذه الأيام 9 فصم وليس عليك شيء، لكن احرص كل الحرص على أن تصوم يوم
عرفة، وهو سنة لغير الحاج ويكره للحاج حتى لا يضعف، بل حتى يتقوى بإفطاره على العبادة والصلاة والذكر والطاعة. طيب، ما هي الأعمال الصالحات؟ ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام؟ أفضل هذه الأعمال، لعلك أن تسأل نفسك، ما هو العمل الصالح الذي ينبغي أن أفعله حتى أتقرب به إلى الله، أو حتى أتقرب به إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة؟ أعظم هذه الأعمال توحيدك الخالص لله، أن توحد الله حق التوحيد، لا يشوب هذا التوحيد أي شائبة من شوائب الشرك، سواء كان الشرك أصغر أم شرك أكبر. طبعا لا يسع المجال للتفصيل بيناتهم، لكن اسمع معي لهذا الحديث على عجالة، حديث واحد فقط حديث واحد. الله، يقول عبد الله بن عباس ويقول أنس بن مالك: كان معاذ بن جبل رديف رسول الله على راحلة، وفي رواية الترمذي، رواية صحيحة الترمذي، على أتان، يعني على أنثى الحمار، من تواضعه صلى الله عليه وسلم يركب حمارا، بل أنثى الحمار، ويردف خلفه مرة معاذ بن جبل، ومرة عبد الله بن عباس، ومرة أنس بن مالك، ومرة أسامة بن زيد، وكلما أردف خلفه رديفا من هؤلاء الصحب الكرام أوصاه بوصايا. فحينما أردف خلفه معاذ قال له: يا معاذ. فقال معاذ وهو له من العمر قرابة 23 عام ل 25 عام. الله، لأنه مات وله من العمر 33 عاما. اسمع: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فسكت رسول الله، ثم قال له: يا معاذ. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال رسول الله في الثالثة بعد أن سكت هنيها: يا معاذ. لكأن النبي يريد أن يستحضر قلبه وعقله ومشاعره وعواطفه كلها قاطبة، من أجل أن يلقي عليه أمرا الله له في غاية الأهمية. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، والخير بين يديك والشر ليس إليك. هي ليست من الحديث، يعني لا أصل لها البتة، لكن يصح أن تقال نعم، لكن بينها بأنها ليست من كلام سيدنا رسول الله. انتهى الكلام: والخير بين يديك. وفي روايات: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فقال: الله، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله. فقلت: يا معاذ، هل تعلم ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. الله، هذه أعظم عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى. أنا منذ أيام قليلة والله يا أحبابي، بس بشان نصفي التوحيد، لكن دروس التوحيد كثيرة، ينبغي أن ترجع إلى العلماء والمشايخ وإلى كتب العقيدة التي أصلت من القديم والحديث. لكن منذ أيام قليلة والله يا أحبابي جالس بين إخوة لي، فقال أحدهم، وأنا لا أشك في دينه وصحة عقيدته، فقال: خذ هذا المال لأحدهم، هذا مني لك لله ورسوله. قلت له: صحح النية، قل لله وحده، ما ينبغي أن تقول لله ورسوله، لأن رسول الله عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وحينما جاءه الأعرابي فقال له: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، في الحديث الصحيح، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. حقق النية وسلامة القصد وسلامة القول والفعل والحال. الإيمان يا أحبابي الحقيقي هو قول باللسان على استقامة، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. طيب، على عجالة بالله عليكم سامحوني، لأنه أنا أوصوني إخوتي اللي عزيزين على قلبي أن لا نطيل النفس في الخطبة، يعني رحمة بي وبكل إخواني، إن شاء الله لا نطيل. أحاديث سريعة بس بالأعمال الصالحة، هي أمهات. وأنت ماذا تصنع من كل عمل صالح تحتسبه عند الله هو عمل صالح لك. أفضل عمل بعد توحيدك لله الصلاة،
هل حافظت عن الصلاة؟ اسمع، قال رسول الله فيما يرويه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الهجري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. هذا العبد الذي أثقل كاهليه الذنوب والمعاصي، كيف تمحى هذه الذنوب؟ كيف تمحى هذه المعاصي؟ كيف تمحى هذه التبعات؟ اسمع: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ولا يقال للذنب خطيئة إلا إذا كان كبيرا. هكذا قال ابن رجب الحنبلي في كتابه المفردات في علوم القرآن. الله. ويرفع بها الدرجات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. طيب، بعد الصلاة مباشرة الصدقة التي هي فريضة عليك، الزكاة. هل أديت الزكاة في رمضان؟ إن كنت تعلم أنك لم تؤدها لله فأخرجها الآن، فهو مأذون لك أن تخرجها طوال العام كله وليس في رمضان فحسب. أخرج هذه الزكاة لأنها حق في مالك لله، ومن ثم لهؤلاء الفقراء والمساكين والمعاوز. أخرجها من مالك، لأنه هذا المال أصبح في مالك بصفة خاصة مال حرام، لأنك تأكل أموال اليتامى والفقراء والمساكين فيه. هذا حق لله، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طيب، بعد هذا مباشرة إلى ماذا ننتقل؟ إلى الحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآيات. يا أحبابي، إن أردنا أن نتكلم عن الأعمال الصالحات لا تنتهي أبدا. برك لوالديك من الأعمال الصالحة. الآية يا أحبابي: وأذان من الله آخرة ورسوله بالضم، وليس ورسوله، لأنها لو كانت ورسوله فكأنك تقول أن الله بريء من رسوله، عياذا بالله. برك لوالديك من الأعمال الصالحات، ذكرك لله في كل وقت وحين، في كل حال، عبادة ومن الأعمال الصالحات التي تتقرب بها إلى الله تعالى. اسمع إلى هذا الحديث. اسمع: جاء عقبة بن عامر إلى سيدنا رسول الله فقال: يا رسول الله، أخبرني بأمر آخذه عنك فقد كثرت علي شرائع الإسلام. الله. فماذا قال له؟ كلمتين. الله. هذا الأب الفاضل الكبير الذي حينما يسمع بكل هذه العلوم التي تخص هذا الدين الحنيف يقول: يا أضعت من عمري الطويل كيف سألحق؟ نقول له: خذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له الله؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكر الله على كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآيات. لذلك يا أحبابي، حينما تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ألا أدلكم، ألا أخبركم، أو ألا أدلكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. الله. أفضل من كل هذه الأعمال؟ أبدا، بنص حديث رسول الله، والحديث في أعلى درجات الصحة من حديث أبي مالك الأشعري في صحيح الإمام مسلم. افتح على باب الأذكار في صحيح الإمام مسلم تجد هذا الحديث على الفور مباشرة بعد الآيات التي يذكر فيها ذكر الله عز وجل. من الأعمال الصالحات أن تبتسم في وجه أخيك، أن تعامل جيرانك بالخير، أن تعامل الناس كلهم بوجه طليق، أن لا تغتابهم، أن لا تقع في أعراضهم. مررت ليلة عرج بي إلى السماوات العلى، أو ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: يا أخي يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس، وفي رواية الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حينما تعرض عن غيبة الناس فقد حصلت حسنة، لأنك جنبت الناس من سيئاتك ومن جهدك عليهم.
لولا أن الأمر طويل يا أحبابي وأن الحر شديد لأطلت عليكم النفس، لكن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفا ومن وفى ووفى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أيها السادة أن الله بدأ بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جن وإنس، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. ورضي الله عن الصحابة وعن الآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا سجينا إلا أحسنت خلاصه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا قاضي الحاجات. اللهم أنزل الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة على قلوبنا وعلى بلدنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم رد المهجرين إلى دورهم سالمين آمنين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح الآباء والأبناء. اللهم اجعلنا ممن يعبدونك حق العبادة. اللهم اجعلنا ممن يوحدونك حق التوحيد. اللهم وفقنا إلى أعمال صالحة تحبها وترضاها يا رب العالمين. أجب دعانا بكرمك يا مولانا، ولا تقطع منك رجانا، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، أذكركم بأن تبرعاتكم وصدقاتكم اليوم لصالح التعليم الشرعي، ولصالح جامع إبراهيم الخليل، ولصالح بعد المعاهد الشرعية، نسيت اسمها لأن المرق عليه